السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ يا رب جميعا ان شاء الله تكونوا بخير. وحشتوني جدا جدا. النهاردة بقى من عند ماما، كنت بتغدى مع ماما، فماما عملت لنا كده النهاردة عيش في الفرن او حواوشي باللحمة والصدق. حاجة كده حلوة قوي، روايح الشتاء بقى والدفى والخبيز في الفرن ريحته بتبقى حلوة قوي في فصل الشتاء. وماما بقى بجد يعني حسستنا كده بجو حلو قوي. يلا بينا مع بعض نشوف الفيديو كده من اوله ونشوف ماما عملت لنا ايه. معايا نص كيلو من اللحمه المفرومه ونص كيلو من الصدوق، معايا 3 بصلات للحمه المفرومه، ومعايا طماطم وفلفل علشان الصدوق. تمام كده. تعالوا بقى نشوف مع بعض العجين، وماما بقى هتعجن لنا في البيت. مامتي ما بتحبش تعمله في الفرن، بتحب تعجنه كده في البيت. معايا كيس من الخميره ومعلقتين من السكر، ومعايا حوالي ربع كوبايه من الزيت. وهنا بقى هنضيف كيس الخميره على معلقتين السكر، وهنحط عليه ميه دافيه 3/4 كوبايه كده ميه دافيه. ميه دافيه علشان تسرع معاكي عمليه التخمير. هننزل بقى كده اول حاجه برشه من الملح على الدقيق بتاعنا، دي سنه عن الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. وده كيلو من الدقيق يا جماعه. كيلو الدقيق هيعمل لك هو طلع لنا بالظبط كده من الانصاص دي اللي هو الرغيف متطبق. طلع لنا 15 واحد، وطلع لنا واحد مفروض عملناه كده واحد بس اللي عملناه، لان احنا بنحب نعمله يعني ايه، واحد مفروض ونطبقه اللي هو الانصاص يعتبر. نزلنا كده برشة من الملح، وحطينا ربع كوباية الزيت علشان نبسس العجين كده كله يختلط في الزيت كده، تبقى كل الحبيبات كده اختلطت في الزيت. هنقلب بقى كده بايدينا الدقيق مع الزيت، وكمان نزلنا بالخميرة والسكر. هنقلبهم بقى كلهم في بعض علشان يختلطوا ببعض. والمية اللي هتعجني بيها لازم تكون مية دافية، ما تكونش مية من الحنفية خالص، علشان احنا في فصل الشتاء وعايزين العجين بتاعنا يخمر بسرعة. مقدار الدقيق ملهوش مقدار محدد للمية اللي هي هتاخده، يعني كل واحد على حسب الدقيق اللي بيلم معاكي. انت هتحسي بالعجينة في ايدك. يعني ادي في المية شوية شوية، حطي جنبك كده زي حوالي كوبايتين من المية، ضيفي شوية شوية. وشوفي العجين بتاعك محتاج ايه، محتاج دقيق هتزودي له رشة دقيق، محتاج مية هتزودي له مية. اهم حاجة ان انت بس ايه ما تنزليش بالمية كده مرة واحدة. ماما بقى كده ايه بدأت ان هي نزلت بالمية، حست ان هي محتاجة رشة دقيق، فاديته رشة دقيق علشان تلم معاه، لان عجينة الحواوشي او العيش بلحمة ما تبقاش بتلزق. هتشوفيها دلوقتي معاها وهي عاملاها ما يبقاش بتلزق خالص. هي كده شايفين ملزقة، فهي هتضيف لها رشة كده من الدقيق، حوالي مثلا 3 معالق من الدقيق هي اللي حطتهم بالظبط. هي حطت هنا بقى 3 معالق من الدقيق. وكده اول ما تلاقيها لمت معاكي كل العجين اللي في البولة، او البولة بتاعتك نزفت كده هي لمت كل عجينها، تعرفي ان هي بقت تمام تمام وفل الفل. هي بقى عجنتها كده زي ما انتوا شايفين، ودهنت البولة بتاعتها او الكروانة اللي هي حاطة فيها شوية زيت. وهتسيبها بقى تغطيها كويس جدا وتسيبها تخمر في مكان دافي. هنا بقى الصدوق، اهم حاجه الصدوق فكيه من الهانك بتاعه علشان يتفرد معاكي زي اللحمه المفرومه كده. هي فكته من الهانك كده، وحطت بقى قطعت طماطم وقطعت فلفل واضافتهم على الصدوق. وهنا نزلت بقى ببصل، البصل اللي كان معانا خرطته على ايديها، ماما بتحب تخرطه كده على ايديها. ماما مش بتحب تضيف للحمه المفرومه غير هو بصل، وممكن تضيف بقدونس. يعني ممكن لو في بقدونس، بس احنا ما كانش عندنا بقدونس. ممكن نضيف بقدونس، لكن ما بتحبش تحط مع اللحمه المفرومه لا فلفل ولا طماطم. هي بتحط الفلفل مع الفلفل والطماطم مع الصدوق. ضيف اضافه بقى مكعبين من المرق وفلفل اسود وملح. هي دي التوابل اللي امي بتحب تحطها في اللحمه المفرومه. وبجد بتطلع احلى عيش بلحمه وطعمه حلو قوي. ما فيهوش اي بقى ايه يعني توابل خزعبليه كده وحاجات كده غريبه. هنا برضو ضافت شوية فلفل اسود وحطت عليهم مكعبين من المرق كده برضو بيدوا طعم حلو للصدوق. وضافت عليهم كده الملح، وظبطت طبعا الملح علشان ال- المرقة بيبقى فيها ملح. هتدعك بقى البصلة دي بالملح والفلفل كويس جدا، علشان ايه تتسكر كده مع طعم البصلاية مع التوابل، بيدي كده طعم حلو. وتقوم جاية نازلة عليهم باللحمة. مش انا قلت لكم بقى في فيديو اللي هو اللي انا قطعت، اللي انا قصدي فرست فيه اللحمه، انا ماما معلماني ان انا اعملها اربع كده. هي بقى بصوا بتعملها اربع كده زيي. هي اللي معلماني يعني مش زيي، انا اللي زيها. وبتقوم جايه حطاها كده، لما بتيجي بقى تطلعيها تفك بتفك بسهوله كده. خلطنا خلاص الخلطه بتاعتنا اللحمه والصدوق.
وكله بقى جاهز، والعجينة بتاعتنا زي ما انتوا شايفين بسم الله ما شاء الله يعني اتخمرت وبقت زي الفل كده. هنا بقى على الصينية دي هي رشة دقيق، وهتبتدي بقى تقطعها كور بقبضة ايديكي كده. هي بتقولي يعني، هي كانت بتكلمني انا بقى ساعتها بتقولي بصي بقبضة ايدك امسكيها كده كوريها في حجم البرتقانية الصغيرة وتطلعي بقى كده. ده كده بيبقى رغيف. هي حست ان الكرة دي كبيرة فشالت منها شوية. يعني الحجم اللي قدامكم كده في الصينية ده هو الحجم المناسب للرغيف. اهو بصوا كده بايدك دي تقبضي كده، يعني تمسكيها كده في ايدك كده تقبضي عليها او تتكي عليها، وبعد كده بايدك التانية تقطعي كده ما بين صوابعك تقطعي. بصوا ما شاء الله طلعت معانا يعني حوالي 15 كورة ومعاهم رغيف كبير، هتشوفوهم معانا دلوقتي او انتوا شفتوهم في بداية الفيديو. هي بقى هنا على الرخامة او السطح اللي انت هتفرجي عليه، على ترابيزتك اي حاجة انت هتفرجي عليها، او على صينية المتاحة عندك يا ست الكل. هتبتدي ان هي بقى ترش رشة دقيق كده، وبالنشابة بتاعتها بقى بتاعت زمان دي تبتدي بقى ان هي تفردها. دي نشابة امي زمان كانت بتعمل بيها الرقاق، وما زالت بتعمل بيها الرقاق. بتعمل احلى رقاق في البيت ما بتشترهوش من بره. بتفرد بقى كده العجينة، وعايزة السمك بتاعها هتشوفوه برضو معانا سمك، يعني ايه ما يبقاش رقيق او يعني يبقى ايه في المعقول كده، يعني سمك سنتي واحد. اهو بصوا كده. هتجيب بقى كده الصدوق معانا، والصدوق زي ما قلت لكم فكوه من الهانج علشان لما تيجي تفرديه يبقى ايه، وبصوا يبقى واخد كده الرغيف كده كله مفروض زي اللحمه المفرومه. ما يبقاش بقى ايه وحدات من الصدوق كده متنطوره في الرغيف، لا، يبقى مفروض معاكي زي اللحمه المفرومه كده لما بتفكيه من الهانج. وتحطي بقى كده معاه التتبيله بقى بتاعته دي، الخلطه بقى بتاعته. بيبقى خطير يا جماعه الصدوق، بيبقى طعمه بالنسبه لي انا عن نفسي بعشق الصدوق والبسطرمه في العيش ابو لحمه كده. وبنتني الرغيف اهو كده بنعمله. ده اللي هو الرغيف اللي اسمه ايه، رغيف متطبق، او بيبقى انصاص كده. وبتتني بقى كده تبرم وتعمله زي الضفيره كده علشان ما يحلش بقى ولا يفك وهو داخل الفرن. احلى عيش بلحمه هتاكليه من ايد امي ست الحبايب. يعني امي بتعمل احلى عيش بلحمه، احلى عيش بلحمه انا باكله بصراحه. اللي عايز يجي ياكل بقى من ايد امي عيش بلحمه بجد والله العظيم تحفه. هي نفسها تحفه. يعني شوف هي مش عامله اي حاجه في الخلطه غير حاجات بسيطه جدا، بس هي نفسها تحفه في الاكل. حطت بقى كده اللحمه برضو المفرومه، وبدات ان هي بقى تنت نص الرغيف كده عليها، وراحت جايه بقى ايه من على الطروف بقى كده تبتدي ان هي تعملها ضفيره. بس هو ده العيش ابو لحمه. الحواوشي يا جماعه حاجه تانية. الحواوشي بيكون العيش جاهز اللي هو العيش الجاهز، وبتبتدي انك تفتحيه وتحطي جواه قطعه اللحمه، وتاخديه بحته زبده كده على الطاسه او تدخليه الفرن. ده حاجه. واللي احنا عاملينه ده العيش ابو عجين، ده العيش ابو لحمه الاسكندراني. تمام كده. اهو بصي عملنا بقى انصاص، وهي بقى معاها الصاج بتاعها بتدهنه زيت كده، وتقوم جايه ايه مدخلاهم الفرن. هنا بقى الرغيف اللي هو المفروض حطت بقى واحد مفروض على طول، حطت عليه الصدوق، وبدأت ان هي بقى تحط واحد تاني من فوق. ده بيبقى يعني بالنسبة لنا احنا مش بنحبه قوي، لان ايه يعني مثلا لو حد يعني مش جعان وكده، او مثلا عايز ياخد نص رغيف كفاية هيكفيه. لكن لو مثلا حد جعان ياخد كمان واحد قصاده، او ياخد اتنين مثلا ياكل على طول ويشبع. لكن لما بيبقى كده رغيف وتيجي تقطعيه بتضطري ان انت تاكليه كله. يعني طالما رغيف كده وانت مش جعانه هتضطري تاكليه كله. لكن لو انصاص كده زي ما احنا عاملينه ده بيكون احسن. يعني لو كمان عندك اطفال صغيره هتاكل، فممكن الطفل هياكل ايه اكتر من النص مثلا، فبتديله النص دوت. او لو عايز واحد تاني بتديله واحد تاني. اما الرغيف ده هي حبت بس تعمله كده معاكم، لكن هي ما عملتش غيره. يعني هو واحد بس اللي عملته، والباقي كله عملناه انصاص. طبق يعني رصيتهم كده على بعض طبقتين، وراحت جايه مضفرهم كده بس كده. وده الصاجات بتاعتها دي. الصاجات دي كان عاملها لها ابويا الله يرحمه، وكانت بقى ايه عندها من سنين السنين محافظه عليهم. هو لونه اسود كده على فكره الصاج يا جماعه، يعني مش محروق، هو لونه اصلا الخامه بتاعته لونها اسود. ودهناه بقى زيت، وبتقوم جايه رصاه كده، وطلع بقى معانا الكميه اللي انتوا شايفينها دي. وكمان اتاكل منه، يعني اخويا ما شاء الله اخد منه اكل مع نفسه كده، واحنا بقى ده اللي فاضل بقى لينا احنا بقى نقعد بقى ايه ناكل مع نفسنا.
بص بقى وهي بتقطعه طري، باين بقى ان هو طري جدا وجميل، والعيش مش ناشف ولا اي حاجة، وطالع بجد حلو جدا ما شاء الله، تحفة. طعم اللحمة كان جميل قوي، وطعم الصدوق كان اجمل واجمل. تسلم ايدك يا امي يا ست الكل، ربنا يخليكي لينا يا رب. بص انا مش مستنية، ويبارك في عمرك يا حبيبتي. ورحت جاية قطمة كده وهم يا جمل على طول. ويا رب الفيديو كده يعجبكم، وما تنسونيش بقى في لايك وشير وسبسكرايب للقناة. ربنا يخلي لكم امهاتكم لو عايشة، ويرحم امهاتكم لو متوفية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.